الحل ان اي فلوس داخله الشركه ما تتحطش في الحسابات عشان ما يتحجزش عليها، وتحلها بشكل ودي ما بينك وما بين الناس اللي انت بتشتغل معاهم، وتديهم مخالصه انك خدت كل فلوسك، وهنفك الجمود على الحساب شويه. وانا داخل الفلوس دي فين؟ انا حساباتي كلها معجوز عليها. خلي اي حد يحولهم لك على اي حساب حد من معارفك، او يحولوها لي انا مثلا وابقى اديهم لك. ولا انت مش واثق فيا؟ دي كلها حلول مؤقته. بصي، لو عايزه تحل محل شعبان بجد واستغني عن خدماته نهائي، تطلعيني من المصيبه دي. بلا اجتماع خاص، بلا اجتماع. محمود، انا هقابل اكرم يعني هقابله ويبقى التخين عامل فيه ايه؟ وقف. استخبي ورا شويه. بقول لك ايه؟ استخبي ورا. هدخل يعني هقابله. روحي استخبي ورا بسرعه. بقول لك ايه؟ انا احساسي بالذنب بينهش فيا وما بقتش قادر اتحمل خلاص. كنت فاكر ان انا بتعامل مع راجل وانت ما حصلتش حتى الحريم. بقيت خنزير يا اخي، خنزير رمى عياله في وسط الشارع لكلاب السكك ينهشوا فيهم. بدل ما كنت المفروض تبقى البعبع اللي يخوف اي حد يقرب منهم، كنت اول واحد يبيعهم ويقول عليهم ولاد حرام. وانت مال اهلك؟ مش عشان صاحبي ابقى مضطر ابرر لك واشرح لك ظروفي. دول ولادي وانا اعرف احميهم كويس. مال اهلي؟ انت اللي مال اهلك. انت عايز تعمل ايه؟ عمال توديهم وتجيبهم على كيفك وعلى حسب مصلحتك. مره ده ولادي وحبايبي، والمره التانيه بترفسهم باوسخ جزمه عندك كانهم جربانين وخايف لا تتعدي منهم. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ مش تعبان وانت شايف عيالك قدام عينيك محرومين من ابوهم؟ ولا ليلى اللي انت اتجوزتها ورميتها لحد ما سندها الوحيد في الدنيا راح؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ انا ما اسمحش لواحد زيك يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، فاهم ولا لا؟ واحد زي انا؟ انا اللي شلت كل بلاويك وحميتك يا اكرم. لولا كان زمانك اتسجنت وبقيت سوابق. انا صاحبك اللي كان اهون عليا ان انا اشك في نفسي ولا اعترف بالبلاوي اللي انت بتعملها. بس اعمل ايه بقى؟ طلعت رخيص. اسمع بقى الكلمتين اللي انا جاي اقولهم لك دول وركز فيهم كويس قوي. الغلط اللي حصل مع ليلى لازم يتصلح وبسرعه. والله؟ والله. وانا مش هسمح ان هي وعيالها يتبهدلوا اكتر من كده. واقول لك على حاجه كمان، انا قررت اتجوز ليلى واكتب عيالك باسمي. نعم. عايز تتجوز مراتي وتاخد ولادي؟ هو انت وسخ وطمعان في مرات صاحبك؟ ولا عشان ما بتخلفش عايز تسجل اي عيل باسمك وخلاص؟ انت بتعايرني من ربنا ما قسمليش يبقى لي عيل من صلبي. بس ربنا عارف كويس قوي ان انا الحمد لله رب العالمين عمري ما بصيت في رزق غيري ورضيت باللي قسمهولي. الدور والباقي على واحد زيك. ربنا رزقك بصحة وفلوس وعيال، مرة من مراتك الأولانية ومرة من ليلى الغلبانة اللي انت حتى مش راضي تعترف بعيالها. بقيت ناكر ومتبطر على كل نعم ربنا اللي اداها لك. اسمع يا أكرم، راجع نفسك قبل ما رصيدك من الستر يخلص. ربنا عمال يديك في فرص عشان تصلح اللي انت عملته وانت عمال تضيعها. الكلب الواطي بعد ما نضفته وعملت منه بني ادم راح يتجوز عليا تالت. ومين اكتر واحده انا بكرهها في حياتي؟ والله لا هطلع عين اهله واخليه يندم ويجي لحد عندي ويبوس ايدي ورجلي عشان بس ارضى عنه. استني يا سوسن. ايه؟ سؤال واحد وجاوبيني بصراحه. ايه هو؟ هو يقدر يعمل كل اللي قال عليه ده؟ ليلى عقربة ممكن تعمل أي حاجة. ممكن تقنعه مثلا إن هو يكتب ورق عرفي بتاريخ قديم، بس قبل ما يعمل كده لازم يغير عنوانه على أي محافظة، وبعديها تطلع على المحكمة تعمل قضية إثبات نسب
ويقف قدام القاضي ويقول له ان هم اولاده، وبعديها تطلع على الاحوال المدنيه تطلع لهم شهادات ميلاد باسمه، وكده يبقوا ولاده رسمي. ماشي. شكرا سيدي. ايه يا محمود؟ معلش ابعتي لي ليلى، عايزة في كلمتين الله يبارك لك. طيب حاضر، مع السلامة. ليلى، محمود عايزك بره. معلش يا ليلى، عايزة في كلمتين عن بص يا بنت الناس، انا لقيت حل لكل المشاكل اللي انت فيها. واحد محامي معرفه قال لي ان انا وانت ممكن نكتب عقد عرفي بتاريخ قديم، وبالعقد ده تروحي ترفعي قضيه نسب، وبكده انا وانت نتجوز والعيال تتكتب باسمي. البقاء لله. ونعم بالله العلي العظيم. استاذ محمود، انا عايز اشكرك على كل المجهود اللي عملته معايا ومع ليلى الفتره اللي فاتت، ومش عايزين نتعبك معانا اكتر من كده. شكرا. حضرتك يعني من غير مؤاخذه بتتدخل بيني وبين ليلى بأمارة ايه؟ بصفتي مسؤول عنها دلوقتي، وانا اللي هحل لها مشاكلها مع اكرم، ما تقلقش. ليلى وعيالها امانه في رقبتي من ساعه اكرم الزفت ده ما اختفى اصلا. محمود، انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها، وهعتبر كمان ان انت نيتك كويسه، بس ده لا كلام يتقال ولا ده المكان المناسب. كنت فين يا محمود؟ كنت في عزا الحاج صلاح الله يرحمه. الأصول بتقول كان المفروض تيجي معايا عشان تعملي الواجب. طلعني يا محمود. انت في وعيك ولا هرموناتك قبة؟ انت هتطلقني يا محمود. وايه اللي طلقني؟ ما تفهميني ايه الموضوع؟ هو مش حضرتك رحت وطلبت ايد الأستاذة ليلى؟ اهي الحركة دي بقى خسرتك كل حاجة. انت عرفتي الكلام ده منين؟ مش فارقة، أنا مش جاية أعاتب أو أتصافى. أنت هتطلقني يا محمود. بس كده؟ أنا ما اتخلقتش اللي تتلوي عليا. يلا روحي في سكين. استنى قبل بس ما تنطقها. أنا في حاجة مهمة جدا عايزة أقول لك عليها، عشان ما ترجعش تقولي إني ضحكت عليك. خير، لو في كلمتين محشورين يا أختي لسه في جوفك قوليهم وتوكلي على الله.
بعد الطلاق ابنك ده تنساه خالص. ابني؟ ايه اللي ابنك؟ ابن مين؟ هو انت؟ انا حامل يا محمود. حامل؟ حامل ازاي؟ تحاليل ايه؟ روح وديها للدكتور وتأكد بنفسك. يعني انا هبقى اب بعد السنين دي كلها؟ هبقى اب؟ هيبقى لي عيل يشيلني ويسندني لما اكبر؟ بس انت ما تستاهلوش. ده هيكون ابني انا بس لوحدي، لاني استحالة اعيش مع راجل خائن. شوفي كرم ربنا، شوفي كرم ربنا، سبحان الله. بعد ما سلمت امري لله وقلت الحمد لله على كل حال ورضيت بنصيبي، ورضيت قوي والله العظيم، ربنا بعت لي البشاره. لو مش هتطلقني يا محمود انا هخلعك وتبقى روح بقى تحنن ست ليلى بتاعتك. ليلى مين وبتاع مين؟ ليلى مين وبتاع مين؟ انت هتجيبيني العين، عارفه يعني ايه؟ انا هبقى اب، انا هبقى اب. احمدك واشكر فضلك يا رب، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.